السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو أسرع الحلول للهدوء والسكينة في حياتنا؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يا حبايبي إن رتم الحياة بقى سريع ومزعج جدا وقاسي إلى أبعد الحدود، ومشاكل الحياة بالإضافة إلى الأخلاق السيئة لبعض الناس زادت الحياة قسوة. عشان كده ازدادت الأمراض النفسية في هذا الزمان أكثر من أي وقت آخر. طب نعالج المشكلة دي ازاي يا شيخ محمود؟ علاج المشكلة ديت إن كل واحد فينا حبايبي محتاج 5 حاجات. إيه هما؟ تعالوا نقولهم بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. رقم 1 الاستعانة بالله، إن ربنا يرزقنا الهدوء والسكينة. قول له كده وقولي له كده: يا رب ارزقني الهدوء والسكينة في حياتي يا رب العالمين. أو ادعي لغيركم، يعني يا ريت، لأن الدعاء للغير بفضل الله عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل ولك بمثل. يعني قول يا رب ارزق المسلمين الهدوء والسكينة في حياتهم، الملك يقول آمين ولكم بمثل بفضل الله سبحانه وتعالى. بقى رقم 1 الاستعانة بالله، إن ربنا يرزقنا الهدوء والسكينة. رقم 2 إن حضرتك وحضرتك تخلو بربك في جوف الليل ولو بركعتين، وبخاصة في الثلث الأخير من الليل، حينما ينزل الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. فالإنسان في هذا الوقت يعني ينكسر بين يدي الله ويطلب من الله ما يشاء، ومن بين تلك الأشياء: يا رب ارزقنا الهدوء والسكينة في حياتنا. رقم 3 أن نتعايش مع ذكر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، كثرة الذكر حبيبي تجعل القلب في غاية من الاطمئنان والسعادة والأنس والراحة والسكينة والهدوء بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4 حبيبي الإكثار من الأعمال الصالحة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله، شوف بقى الآية: فلنحيينه حياة طيبة. الله هو الذي وصفها بأنها حياة طيبة، حياة جميلة، حياة كلها هدوء وسكينة وراحة واستمتاع وسعادة وراحة بال بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 الصحبة الطيبة. فقد صح في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لما تصاحب الصحبة الطيبة يعينوك على الراحة والسعادة والسكينة والهدوء والطاعة والبعد عن المعاصي، كل ذلك يجلب لنا الهدوء والسكينة والسعادة في حياتنا. يبقى 5 حاجات تجلب لنا الهدوء والسكينة والسعادة في حياتنا. رقم 1 الاستعانة بالله. رقم 2 أن نخلو بربنا عز وجل ولو بركعتين في جوف الليل وندعو ونطلب ما شئنا. رقم 3 أن نكثر من ذكر الله. رقم 4 نكثر من الأعمال الصالحة. رقم 5 الصحبة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الهدوء والسكينة والسعادة في حياتنا وفي آخرتنا، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.